نشر الموقع الأمريكي الرسمي لإدارة التجارة الدولية International Trade Administration تقريرا بتاريخ 28 من نوفمبر 2022، ويحمل التقرير عنوان المغرب الدليل التجاري القطري Morocco Country Commercial Guide، وهو تقرير غاية في الأهمية لأنه يتوجه إلى المستثمرين الأمريكيين والغربيين ويحذرهم من المشاكل التي قد تعترضهم في حالة قيامهم بالاستثمار في المغرب. وقد بدأ التقرير بتحذير واضح للمستثمرين الأمريكيين جاء فيه تعرف على العوائق التي تحول دون دخول السوق المغربية والمتطلبات المحلية، أي الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها عند دخول سوق هذا البلد. ثم توقف التقرير بعد ذلك عند تحديات السوق في المغرب وشخصها كالتالي: تشمل أكبر العوائق أمام ممارسة الأعمال التجارية في المغرب الافتقار إلى الشفافية في المشتريات الحكومية، وبطء اتخاذ القرارات والإجراءات البيروقراطية، والقيود المفروضة على المدفوعات المسبقة للواردات قبل التسليم، ولذلك غالبا ما تشكو الشركات من التأخير في تلقي المدفوعات الحكومية في المغرب. ثم أضاف التقرير: وتختلف الأنظمة القانونية والمصرفية في المغرب في نواحي كثيرة عن الأنظمة الأمريكية. يشتق النظام القانوني المغربي من مجموعة من القوانين الفرنسية والإسبانية والإسلامية، ويمكن أن يكون معقدا بالنسبة للشركات الأمريكية. ويقبل المغرب التحكيم الدولي والمحلي في العقود التجارية، وقد أدخل المغرب إصلاحات كبيرة على النظام المصرفي في السنوات السابقة، بما في ذلك هياكل وبرامج الاستثمار الأجنبي المباشر وتمويل المشاريع وتمويل التجارة. وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا، لا يزال من الممكن حدوث تأخيرات كبيرة في تنفيذ المشتريات والمدفوعات. وغالبا ما يجد المصدرون الأمريكيون الذين يطلبون دفعة مقدمة بنسبة 100% أن القيود المفروضة على الدفع المسبق للطلبات الحالية إشكالية. في الوقت الحالي يمكن للشركات المغربية دفع ما يصل إلى 30% من إجمالي الشحنة مقدما، وغالبا ما تستخدم عقود الاعتماد لتمويل الشحنات. يمكن للشركة المغربية أن تدفع مقدما بنسبة 100% فقط للطلبات التي تقل عن 200 ألف درهم مغربي، أي ما يوازي 20,000 دولار. يمكن للشركات الناشئة المغربية في مجال التكنولوجيا الآن أن تدفع مقابل الخدمات الأجنبية ببطاقات الائتمان الدولية بموجب التجارة الإلكترونية بمبلغ 500 ألف درهم مغربي، أي 50,000 دولار في السنة. ويمكن أن تكون المدفوعات من الشركات المملوكة للحكومة المغربية بطيئة، وغالبا ما تكون مثقلة بالبيروقراطية الثقيلة. يطرح هذا التقرير الذي نشره الموقع الأمريكي الرسمي لإدارة التجارة الدولية أسئلة عديدة، على رأسها: كيف يمكن للمغرب أن يغير هذه الصورة السلبية التي تحملها الهيئات الاقتصادية الأمريكية عن الاقتصاد المغربي؟ من المعلوم طبعا أن المغرب وقع اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا في سنة 2014 في واشنطن، وهي خطوة مهمة جدا بالتأكيد من أجل تسويق المنتجات المغربية في السوق الأمريكية. لكن المطلوب من المغرب الآن التنبه لمثل هذه التقارير التي تصدر عن الهيئات الأمريكية، والقيام بما يلزم من إجراءات وإصلاحات من أجل توفير بيئة استثمار مشجعة للمستثمرين الأمريكيين وغير الأمريكيين. طبعا لا أحد ينكر أهمية الإصلاحات التي أجراها المغرب في مجال تبسيط المعاملات الاقتصادية، لكن هناك الكثير مما يجب القيام به، وهناك الكثير من الفرص التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد المغربي في حالة تدفق الاستثمارات الأمريكية من أكبر اقتصاد عالمي. إن هذا التقرير ينبه إذن إلى مواطن الخلل في النظام الاقتصادي المغربي، وقد شخصها هذا التقرير فيما يلي: الافتقار إلى الشفافية في المشتريات الحكومية، وبطء اتخاذ القرارات والإجراءات البيروقراطية، والقيود المفروضة على المدفوعات المسبقة للواردات قبل التسليم. وطبعا لا شك أن إصلاح هذه الأمور سيدفع الفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين إلى الدخول إلى السوق المغربية، وستترتب عن ذلك حركية استثمارية واقتصادية كبيرة تقود إلى رفع وتيرة الأداء الاقتصادي المغربي وتوفير فرص شغل كبيرة للمغاربة. وسيكون دخول المستثمرين الأمريكيين إلى السوق المغربية مدعاة لحث المستثمرين الآخرين من عموم الدول الغربية والآسيوية والخليجية إلى الاستثمار في المغرب، وهذا طبعا ما نتمناه صادقين. لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.